السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ما هو يوم عادي بعالم كرة القدم. اليوم كل أنظار العالم عم تتجه نحو نهائي دوري أبطال أوروبا، مباراة يلي كل جماهير العالم مستنيتها ومنتظرتها من بداية الموسم. أرسنال الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي. مواجهة رح تحدد بطل أوروبا الجديد، ومواجهة ممكن ينكتب فيها تاريخ جديد لأحد هالفريقين. يا ترى مين هو الأقرب للفوز ومين عنده مفاتيح الفوز؟ ويا ترى رح نشوف مفاجآت وصدمات بأرض الملعب بين هالفريقين؟ جيتكم اليوم أصدقائي لنحكي عن تفاصيل كلها، عن تفاصيل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا. لكن قبل ما نبدأ بالفيديو بدعوك انك تنزل لاسفل الفيديو، تشترك بقناتنا وتفعل زر الجرس. لكن الانجليزي يلي وصل للنهائي بعد موسم استثنائي بكل معنى الكلمة، الفريق يلي عانى لسنوات طويلة من الغياب عن المنافسة الأوروبية الكبيرة، رجع اليوم أقوى من أي وقت مضى. مدرب الفريق مايكل أرتيتا بنى مشروع حقيقي، فريق منظم، فريق عنده شخصية، وفريق ما بيستسلم مهما كانت الظروف. أرسنال ما وصل للنهائي بالحظ، وصل لأنه كان من أفضل فرق أوروبا هالموسم. قوة أرسنال الحقيقية موجودة بخط النص، يعني خط الوسط. ديكلان رايس صار القلب النابض للفريق، أما أوديغارد فبيعتبر العقل المدبر وصانع الألعاب الأول للفريق. فوق كل هذا عندك الإنجليزي ساكا، اللاعب يلي ممكن يحسم أي مباراة بنقطة واحدة. لكن السؤال الكبير، يا ترى أرسنال قادر على تحمل ضغط نهائي دوري أبطال أوروبا؟ لأنه باختصار النهائي مو مثل أي مباراة تانية. النهائي أحيانا تحكمه الأعصاب أكثر من المستوى الفني. أما نادي باريس سان جيرمان فهذا يمكن يكون أهم نهائي بتاريخ النادي الفرنسي، ليأكد للعالم أنه وصوله للنهائي دوري أبطال أوروبا لسنة 2025 وحصوله على اللقب ما كان مجرد صدفة. اليوم عنده فرصة جديدة، فرصة ليثبت أنه ما هو مجرد نادي أوروبي أو أنه نادي غني، ليثبت للعالم أنه هو نادي قادر يصنع التاريخ. باريس سان جيرمان هالموسم ظهر بشكل مختلف، الفريق صار أكثر توازن، أكثر جماعية، وأقل اعتماد على اللاعب الواحد. وأخطر سلاح عند نادي باريس سان جيرمان الليلة راح يكون السرعة بالتحولات الهجومية من الدفاع. يعني أي خطأ من أرسنال، أي مساحة صغيرة ممكن يتحول لهدف خلال ثواني. من ناحية رأيي الشخصي يا صديقي، المباراة رح تنحسم بخط الوسط. يعني إذا أرسنال سيطر على الكرة رح يفرض أسلوبه على المباراة، أما إذا نادي باريس سان جيرمان نجح بالضغط واستغلال المساحات فالمباراة رح تميل لصالحه. كمان ما فينا ننسى أن الكرات الثابتة ممكن تلعب دور مهم بالنهائي. نهائي بهالحجم أحيانا ممكن ينحسم بركنية أو ضربة حرة أو حتى خطأ دفاعي بسيط. لذلك التركيز رح يكون عالي جدا وحساس بين الفريقين. هلا برأيي الشخصي اللاعبين المتوقع أنا ممكن إنه يصنعوا الفارق بهاي المباراة. من جهة أرسنال كل الأنظار رح تتوجه على النجم الإنجليزي الشاب ساكا، لاعب سريع مهاري وعنده شخصية كتير كبيرة بالمباريات الكبيرة. أما ديكلان رايس فمن الممكن يكون مفتاح السيطرة على الملعب. ومن جهة باريس النجوم الهجومية راح تكون تحت المجهر، لأنه باريس عنده القدرة يسجل من أنصاف الفرص، وهذا الشيء خطير جدا بأي نهائي. باختصار يا صديقي، إذا بدنا نحكي بصراحة فأنا شايف إنه المباراة متقاربة جدا. أرسنال عنده أفضلية من ناحية التنظيم والاستقرار، أما باريس فعنده الأفضلية بالخبرة الأوروبية والسرعة الهجومية. لكن إذا سألني قلبي مين الأقرب للكأس فبحس إنه أرسنال عنده فرصة أكبر بشوي، لأنه الفريق وصل لمرحلة النضج الكروي وصار يعرف كيف يتعامل مع المباريات الكبيرة. بس بنفس الوقت باريس قادر يقلب أي توقعات خلال لحظة واحدة. أنا بتوقع أن تكون مباراة قوية جدا، مباراة مليانة حذر من البداية، وبعدين راح تفتح أكثر بالشوط الثاني. توقعي الشخصي أرسنال راح يفوز
نتيجة 2-1 على نادي باريس سان جيرمان. لكن المؤكد والشيء يلي كلياتنا متأكدين منه انه الليلة رح نكون على موعد مع اقوى المباريات الاوروبية، مباراة حسم دوري ابطال اوروبا. فلهون اصدقائي بكون وصلت معك للنهاية، لكن قبل ما ننهي اجا دورك هلا. مين تتوقع يرفع كأس دوري ابطال اوروبا هاي الليلة؟ ارسنال الانجليزي ولا باريس سان جيرمان الفرنسي؟ ولا برأيكم المباراة رايحة للأشواط الإضافية وركلات الترجيح؟ إذا عجبكم الفيديو أصدقائي لا تنسونا من دعمكم بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس. بنشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.